في ملامح بالنسبة لأهداف الاتحاد موجودة في كأس الملك، باعتبار أنه سيواجه الشباب وبعدها سيكون الطريق إلى حد كبير طريق سهل على الاتحاد، لكن الهلال في الجانب الآخر من الصعب جدا أن يتنازل عن الدوري. صحيح. والهلال يعني مثلا خروجه من بطولة لا بد أن يعوض في الدوري، وأنا أعتقد الهلال إذا حس بالخطر ترى تختلف عنده الموازين، والدليل يعني شوف صحوته أمام العروبة بخماسية بعد الخروج من الاتحاد. فبالتالي دائما الهلال إذا حس بالخطورة يعني تجده يلعب بوجه آخر أو بمستوى آخر. حتى الآن المباريات المتبقية طبعا من حسن فعلا أنا أشوف أن مباراة الهلال مع الفتح أسهل بكثير من الاتحاد والرائد، وان كنت انا ارشح جميع الفريقين للفوز، لكن وضع الهلال افضل. حتى يعني مساله البطل الشتاء مسيره الهلال اسهل بكثير من الاتحاد اللي راح يقابل الشباب ومن ثم ضمك. عكس الهلال انا اعتقد فقط هي مباراه القادسيه يمكن هي شوي اللي تكون فيها صعوبه، لكن بكل تاكيد الهلال يعني صعب انه يفرط في الصداره خصوصا بعد الخروج من كاس الملك. لكن برضو يعني نشوف ان الدوري يعني باقي له مشوار طويل يعني، وما تعرف وش الظروف اللي راح تكون مستقبلا، خصوصا اذا الفريق يعني سلم من الاصابات وكذا. فبالتالي انا اشوف ان المسيره فيها صعوبه، لكن الهلال طبعا الخبره والبديل الجاهز بكل تاكيد كلها تصب في مصلحه الهلال. الاتحاد يعني يلعب بفرصتين اللي هو الدوري وكاس الملك، يعني جميع يعني ممكن يعني مرشح انه يخرج من الموسم ببطوله. عكس الهلال انا اعتقد انه الدوري راح يتمسك فيه يعني حتى اللحظات الاخيره.